السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد ومنورين في القناة. صحينا الصبح بدري والحمد لله رب العالمين، يا رب على نعمة الصحة وان احنا بنصحى سلام يا جماعة، ما فيناش حاجة. وقبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا نصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. وكمان يا جماعة نقول دعانا الحلو: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. واوعي تنسي تحطي لنا اللايك الحلو والكومنت وتعملي لنا اشتراك في القناة وتفعلي الجرس علشان احنا عيلتنا، لو حبيتي يعني عيلتنا هتكبر بيكم وهتزيد بيكم. طبعا يا بنات والله عملت على قد كده اختكم فطار بسيط. قالت كان عندي شوية طعمية كده في التلاجة، عجينة طعمية كنت جايباها. قلت بقى رحت عملت عجينة الطعمية وقطعت جنبها كده شوية طماطم زي ما انتوا شايفين، وفطرت والحمد لله ربنا يديمها نعمة علينا ويحفظها من الزوال. وبعد كده بدأت أدخل على ماتش تصبين المواعين. وأنا أعرف إن في ناس كتيرة بتحب فقرة تصبين المواعين وخصوصا في الشتاء. يعني أنا لما كنت بقعد أتفرج على يوتيوبر، ولا زلت بتفرج على يوتيوبرز برضو بيعملوا روتين يومي، بصراحة لما بتفرج على فقرة تصبين المواعين دي، لو عندي كم حاجة في الحوض أو كم طبق في الحوض ومكسلة أقوم أصبنهم، بتلاقوني أول ما بتفرج على اليوتيوبرز دول هما بيصبنوا المواعين بتجيني طاقة كده، بتخليني يعني بيدوني كده زي يعني بيحفزوني كده ان انا اقوم، ان انا مكسلش واقوم واغسل المواعين واخلي الحوض قبل ما انام. دي بصراحة بيدوني طاقة ايجابية. يعني انا لما بتفرج على فقرة تصبين المواعين دي بقوم على طول، لو عندي كوباية في الحوض بقوم اصبنها. ففي ناس بتحب فعلا في الروتين اليومي فقرة تصبين المواعين. نضفت المواعين الحمد لله ولميتها وظبطت الدنيا وخليت الحوض قشطة بالصلاة على النبي زي ما انتوا شايفين كده يا شباب. بعد كده بقى اختكم نزلت رحت جبت جبت شوية طلبات للبيت. والله يا بنات كان عندي التلاجة فاضية، خضار ما فيش عندي، رحت اشتريت شوية خضار. وكان عندي برضو شوية حاجات كده في الخزين ناقصة، قلت اكملها لغاية اول الشهر بقى او لغاية اخر الشهر نجيب اللي ورانا والحاجات بتاعتنا. فاشتريت اختكم بتاع ده قوطة، واشتريت خيار. كان القوطة كانت وقتها مشيتها، كان عارفين اشتريتها ب10 جنيه يا بنات. واشتريت كرومبا، الكرومبا دي تصدقوا ب40 جنيه، كرومبا دي ب40 جنيه. واشتريت خيار وفلفل واشتريت قوطة واشتريت خضرة. وبس بصراحة يعني عايز اقولكوا على حاجة: الراجل اللي بجيب من عنده الخضار ده راجل بالصلاة على النبي خضاره صابح وحلو قوي وجميل ما شاء الله، الله يبارك له، الله يبارك له بجد. تقفي تشتري الخضار من عنده صابح وجميل ومنور ونضيف، ويعني جايب الحاجة الحلوة، مش جايب الحاجة لأي كلام. يعني ما تلاقيش عنده حاجة بايظة حاجة مضروبة. والله المنطقة كلها بتروح للراجل ده تجيب من عنده الخضار. زي ما انتوا كده شفتوا الحمد لله رب العالمين يعني. وجبت كمان نعناع عشان الشاي. حكيم انا بنات بشرب شاي بالنعناع، كيفة شاي بالنعناع، معرفش اشرب الشاي من غير نعناع والله. بس يا ستي، وبعد كده بعد ما رحت بقى جبت الخضار من عند الخضرواتي، قلت بقى اروح ادخل بقى السوق. جبت لكم برضه جبت حاجة الخضرة اهي زي ما انتوا شايفين. قلت هطلع بعد كده على الماركت جنبي هشتري شوية طلبات زي ما قلت لكم خزين للبيت، لانه كان عندي شوية حاجات ناقصة كده في البيت، فقلت همشي بيها نفسي لغاية اخر الشهر. وجبت ليمون، الليمون كان النص كيلو ب20 جنيه، يعني حاجة كويسة برضه مش وحشة. المهم رحت اشتريت مكرونة، كنت عايزة اشتري مكرونة قلم. جبت لمتنا كانوا عاملين عليها عرض. واشتريت بعد كده جبت انا بحب قوي الملكة. جبت كمان طحان بنات. جبت فريك، كنت محتاجة اشتري فريك، كنت عايزة اعمل حاجة بالفريك وكده. واشتريت طبعا الملكة. انا بعشق مكرونة الملكة عشان تبقوا عارفين. اشتريت الملكة قلم برضو، وقلت من ده على ده يلم نفسه يعني مع بعضيه، حط من ده على ده. وجبت كيس السكر الحلو ده الغلبان ده الطيب ب35 جنيه. قلت بقى يعني نكمل باقي الشهر. وجبت شعرية، طبعا ما اقدرش استغنى عن الشعرية يا بنات، لا غنى عنها مع الرز عشان انا بعشق الرز بالشعرية. احنا بنحب قوي الرز بالشعرية، ما نعرفش ناكل رز من غير شعرية. وجبت طبعا رز الساعة
حاجة محترمة والله العظيم معتبرة يعني. وبدأت بقى اجهز اختكم ايه. عايزه اقول لكم ان ده تاني يوم. ليه؟ لان انا اول يوم بصراحه ما عملتش في الكرنب ولا كنت جايه تعبانه ومجهده، وكنت بقى ورايا حاجات في البيت رتبتها ووضبتها ومش عارفه ايه، وكان عندي حطيت غسيل وبتاع، فكنت مش قادره إيه حرفيا ان انا اعمل كرنب ولا مستحمله اعمل. كل اللي عملته مسكت الكرنبه قطعتها ورحت سلقتها كده زي الفل، وحطيتها بعد ما سلقتها قطعتها وضبطها وظبطتها هتبقى على الحشو على طول. ورحت حطها في الفريزر، وقلت خليها إيه بحيث ان انا تاني يوم زي ما انتوا شايفين كده، ده تاني يوم اللي بدأت اشتغل فيه عشان خاطر اعمل الكرنبايه. إيه الحمد لله رب العالمين. عايزه احكي لكم والله يا بنات، اقول لكم ان انا والله العظيم موضوع ركبتي ده يا بنات ليا كذا يوم بعاني منه، ويمكن انا قلت لكم قبل كده في الكومنتات لو حد عنده في الفيديوهات في الفيديو اللي فات، لو حد عنده خلفيه عن موضوع الركبه ده يقول لي. حرفيا والله العظيم يا بنات انا يعني بتحرك بصعوبه والله، بس الحمد لله اسال الله ان ربنا يشفيني، يشفي كل مريض يا رب يا رب. يشفي كل مريض، كل مريض في الدنيا دي يا رب يشفيه بجد. والله العظيم يا بنات نعمة الصحة دي نعمة يعني غالية وكبيرة قوي علينا، والإنسان مش بيحس بقيمة النعمة مش بيحس بنعمة الصحة دي إلا صدقوني لما بيتعب. فبنقعد بقى بنيجي على نفسنا وبنجهد نفسنا وبنضغط قوي على نفسنا وبنهمل في صحتنا، يعني بناخدها ورا بعضيها طخ 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 كده ورا بعضيه، بناخدها زي ما بيقولوا ضرب نار كده. بس في الاخر بيجي كله في الاخر على صحتنا. انتي بتقعدي تتحملي وتضغطي على نفسك جامد قوي، ففي الاخر ده كله ده بيجي على صحتك في الاخر. المهم الحمد لله رب العالمين. انا برضو لسه ماشيه على العلاج اللي اداني الدكتور، ولكن عايزه اقول لكم هو مش احسن حاجه، لان انا لسه برضو تعبانه ولسه بنزل بصعوبه وبمشي بصعوبه. فان شاء الله باذن الله بفكر اكمل بقى العلاج بقى، واشوف لو النتيجه بتاعه العلاج كويسه خلاص كده يبقى الحمد لله. لا العلاج حاسه ان هو نتيجته مش حلوه، لا بقى كده هضطر بقى اشوف دكتور تاني اروح له. المهم بنات اهو انا بوريكم ان انا كنت مقطعه الكرنب ومجهزاه على اساس قلت يا بنت عشان ما تبذليش وقت ومجهود وانتي تعبانه ومش قادرة تقفي على رجلك كتير، فاعملي الكرومبة ايه اسلقيها من بالليل قبل ما تنامي. والحمد لله رب العالمين. وفعلا سهلت عليا كتير، لان انا لو كنت قعدت وسلقت الكرومبة ووضبتها وعملت الحشو مش عارفه ايه كنت هاخد وقت طويل، وفي نفس الوقت كنت هرهق نفسي وهضغط على ركبتي. انا بحاول ان انا ما احملش على ركبتي باي طريقه. يعني كل اللي بعمله الايام دي ان انا بحاول اشتغل مثلا حاجه، لو دخلت مثلا اعمل حاجه صدقوني بعمل حاجه واقعد اريح. يعني انا في الفيديو ده كنت بعمل حاجه واقعد اريح كده، حتى كرسي في المطبخ اقعد عليه اخد شويه كده نفسي واقوم اكمل تاني، علشان مش عايزه اجد ركبتي واضغط عليها جامد زي ما الدكتور قال. معلش يا بنات انا بتوب كتير، لان انا بعمل يعني المونتاج بعمله وانا لسه صاحي من النوم. قمت صليت الفجر الحمد لله، وقلت هعمل مونتاج في الهدوء كده والدنيا هاديه مفيش غير صوت بس الساعه وعقرب الساعه. فقلت هعمل الفيديو كده في الهدوء ده قبل ما الدنيا بقى ايه، يعني قبل كده ما الدنيا كده تزحم والاصوات بقى تكتر وكده اهو. المهم يا ولاد عايزه اقول لكم يا بنات انه انا عملت والله. كان في دكتوره على اليوتيوب كانت شفتها كانت بتتكلم بتقول لك يعني في علاج كمان، يعني علاج اللي هو ايه بقى بالاعشاب. فقالت هاتي زيت كافور وزيت خروع وزيت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، زيت قرنفل، وخلطيهم على بعض وادهني بيهم رجلك. انا عملت كده والله عايزه اقول لكم الالم زاد عليا اكتر، مش عارفه ايه الحكايه. فبقيت دلوقتي يعني الحمد لله مش احسن حاجه. يعني انا برضو مش احسن حاجه، الالم بيروح وبيجي زي ما انتوا شايفين كده وسامعين زي ما انتوا سامعين صوتي. بس الواحد هيعمل ايه يا بنات، انا يعني ليا كذا ما بنزلش فيديوهات والله، مع اني عندي يعني لقطات كتيرة وعاملة لقطات كتيرة المفروض كنت اجمعها واعمل مونتاج، بس انا عشان تعبانة مش قادرة.
يعني حتى القعدة لما بقعد مثلا على الكرسي ورجلي مثلا تبقى في الارض بتبقى صعب. فببقى عندي يعني حاجات كتير عايزة اجمعها واعمل مونتاج، بس بتبقى عندي كنت تعبانة، تعبي ده مخليني اقسم بالله مأثر فيا، خليني ماليش نفس يعني والله بنات اعمل اي حاجة. بس اعمل ايه انا يعني؟ انتوا عارفين ان الواحد بيحاول يحسن من نفسه، بيحاول يحسن من وضعه، بيحاول يعني يدور على لقمة عيش ورزق حلال وهو قاعد في بيته. فيعني يشتغل ويعمل اللي يقدر يعمله يعني وهو قاعد في بيته، ومنها بيضيع وقته في حاجة مفيدة، وفي نفس الوقت بيطور من نفسه، بيعمل حاجة مفيدة وبيفيد نفسه وبيفيد غيره يعني. يعني بدل ما احنا بنقعد نمسك الموبايل بالساعات ونقعد نتفرج على ده وعلى ده، ونخش على اليوتيوب ونخش على الانستا ونخش على الفيسبوك وسناب شات، ونضيع وقتنا من غير ما نستفيد ولا حتى نفيد. فموضوع القناة ده انا عملته على اساس ان انا قلت انا يعني اول حاجة افادة ليا، وفي نفس الوقت انا هستفيد وافيد غيري. فالواحد يعني الحمد لله رب العالمين بقولكوا يعني موضوع التعب ده والله العظيم خلاني بنات يعني بجد خدت كده، جاتني حالة كده ان انا قفلت، مش عايزة اعمل حاجة ومش عايزة اعمل فيديو، مش عايزة اعمل اي حاجة يعني على اليوتيوب. حتى ولا كنت اليومين اللي فاتوا دول من كتر ما انا تعبانة حتى ماليش نفسي اتفرج على اليوتيوب نفسه، يعني كنت حتى اليوتيوب نفسه مفرجش عليه. لكن الحمد لله رب العالمين انا بديت اهو احشي قدامكم في الكرنب. طبعا انا خدت وقت، يعني انا بحشي كده وانا واقفه الكام كرنبايه دي، كام ورقه دي حشيتهم وانا واقفه عشان بس التصوير. وبعد كده لما لقيت نفسي تعبت رحت قعدت على الكرسي وخدت الحاجه بقى وقعدت اشتغل والف كروب مع نفسي. وهتكونوا يا بنات نسيتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو حبيتوا، لو فيديوهاتي عجبتكم وبتعجبكم. وانا اصلا فيديوهاتي بطبعها فيديوهات هادية وبسيطة، فلو الناس اللي بتحب الفيديوهات الهادية البسيطة اللي فيها تحفيز، اللي فيها هدوء كده، يا ريت يبقى كده يعني يسعدني ويشرفني وهنكبر بيكم، والله هنكبر بيكم. ربنا يعني يديمكم نعمة في حياة الواحد، وهيبقى ليه اخوات على اليوتيوب، يبقى له حبايب ويبقى له صحاب، وربنا يا رب يعني يديمكم نعمة في حياتنا ان شاء الله. يا رب ربنا يديمكم نعمة في حياتي. والله العظيم انت عايزة تشتركي في القناة اشتركي فضلا وليس امرا، مش عايزة حبيبتي برضو لو حبيتي، انا يعني دايما بقول في فيديوهاتي لو حبيتي تشتركي وبتحبي النوع ده من الفيديوهات يبقى انت هتشرفينا وتنورينا وتكبرينا. وكمان عايزة اقول لكم حاجة برضو يا بنات، والله يعني اشوفه في عز ما الواحد تعبان وكده والله ببقى رجلي وجعان ورجلي وركبتي وجعاني، بس يعني انا برضو ببقى نفسي ان انا افك عن نفسي بصراحة، يعني نفسي اخرج، نفسي اغير جو حتى لو انا تعبانة، لانه قعدتي في البيت وان انا قاعدة بين اربع حيطان ما بخرجش بتخليني افكر في موضوع تعبي بطريقة، يعني بتخليني افكر اكتر وبفكر بطريقة سلبية مش ايجابية، وبقعد بقى دماغي بتودي وتجيب ودماغي بتودي وتجيب، فبحس نفسي ان انا لا لا ستوب، لازم اعمل وقفة كده ولازم لا يعني ستوب، كفاية تفكير سلبي، لا انا هحاول انزل اقابل حد من اصحابي ان شاء الله، لو هتتعكز على العصاية وهنزل برضو هنزل واتمشى اقابل حد من اصحابي، اقعد في مكان. لازم تكسري الملل والروتين اللي انت فيه، لازم لو انت تعبانه او نفسيتك تعبانه او متضايقه. اخيرا عملت حاله الكرنب يا بنات بعد معاناه. لو انت تعبانه نفسيتك تعبانه والله او متضايقه او مخنوقه من حاجه، لا ما تفضليش قاعده في الوضع اللي انت فيه، لانه ده هيأثر على نفسيتك بالسلب، هيأثر على نفسيتك بطريقه وحشه. اخرجي، انزلي، قابلي حد من اصحابك، روحي اقعدي في مكان لوحدك، مش لازم تقابلي حد، مش عايزه تقابلي حد اخرجي مع نفسك. انا النهارده زي ما انتم شايفين كده لقيت نفسي متضايقه، صاحبتي رنت عليا فقلت لها بس انا تعبانه بس انا نفسي اخرج، فنزلنا خرجنا انا وهي. رحنا مكان كده محل في فيصل، كان محل بيبيع زي ما انتم شايفين كده الايس كاب
وفي اكسسوارات، وفي انا صراحة عجبتني الايس كاب اللي هو فيه. عن شوية ايس كابات جميلة. وزي ما انتوا شايفين كده، انا كنت بجرب صاحبتي، قلت لها ايه جربي الايس كاب شوفيه، حبيت اشوفه عليها. قلت لها البسيه بقى ايه عليكي، عشان كان شكله غريب شوية عكس الايس كاب العادي اللي عندي. انا عكس النوعية اللي عندي، فده عجبني شكله كان فيه فرو كده وكان لافف بطريقة حلوة يعني. لا كده شكل الستايل بتاعه حلو. ودخلت بقى قعدت اتفرج على الاكسسوري وعلى يا لهوي الاسعار يا بنات بقت، يا لهوي الاسعار بقت نار. عايزه اقول لكم المحل ده اسمه محل غرام. ايه ده؟ في فيصل في كعبيش. لا في فيصل في الطوابق، يا ربي معلش سامحوني. عايزه اقول لكم السلسله دي اللي انا شايفاها، بصوا دي الاسوره دي اللي كنت بوريها لكم، دي على فكره كانت عامله كام؟ دي ايوه عامله 250 جنيه. شفتوا بقى الاسعار بقت غاليه ازاي؟ فانا لما بسالها على الاسعار بصراحه يا بنات اتصدمت. يعني لما بسالها بقول لها الاسعار ايه، اللي تقولي دي ب250، دي ب220، دي ب210. قلت لها يا بنتي مفيش حاجه اسمها يعني اقل من كده. يعني مثلا دي بسيطه جدا ما فيهاش حاجه، تقولي عامله 180 جنيه. قلت لها يا بنتي الاسعار دي ليه كده؟ يعني الاسعار دي غاليه قوي. يعني طب مثلا مفيش حاجه ب100، مفيش حاجه ب80، مفيش حاجه ب70. فالمهم قالت لي والله يا مدام دي الاسعار الحاجه زادت وغليت ومش عارفه ايه. المهم يعني، بس هو كان محل كان فيه شويه حاجات جميله. يعني انا دخلت على الميك اب هنا، كان عندها شويه ميك اب حلوين قوي يعني. ده كان باودر، بس ماركته ما كانتش معروفة بالنسبة لي، فعشان كده ما فضلتش اجيبه. كان غالي يعني، كان عامل 300 وحاجة، وهو ماركته بالنسبة لي يعني مش عارفاها قوي، ما جربتوش قبل كده. هو كان مشابه ل ل باودر انا جبته من شجلام قبل كده، بس كان تحفة. يعني جبته قبل كده من شجلام، كان تحفة والله يا بنات، كان جميل. فلما شفته عجبني شكل، هي نفس شكل العلبة، بس طبعا التاني كان شجلام. فطبعا عجبتني برضو. شفت الحلقان دي يا بنات، جميلة جميلة جدا. مجموعة الحلقان دي بس كانت عاملة حوالي 120 جنيه دي. وقعدت بقى اتفرج على شوية حاجات في المحل كانت عجباني، سلاسل وشوية اكسسوارات كانت جميلة. انا عجبتني اوي الاكسسوري صراحة يعني، كانت تحفة. وبرضه كانت عجباني. بصوا دي كانت شرابات بقى اللي هي بتاعة الأطفال، الشرابات الصوف. بصوا ستايلاتها جميلة وفيها رسومات حلوة قوي، ورود وتايجرات و... يعني كانت جميلة صراحة. دي كانت شرابات أطفالي تحفة تحفة تحفة. وعجبني قوي ده. عارفين دي اللي هي الودانة، اللي هي زي الودانة اللي هي بتتحط سماعات، بتتحط على الودان عشان خاطر البرد وكده اهو. هي زي السماعة بس هي بتبقى ودانة بتحط على الودان عشان خاطر البرد يا بنات للأطفال. وبعدين اللي عجبني فيها ان هي بقى فيها زي فيها اشكال، وكل شكل بقى بتدوسي على البتاع ده بيطلع لك صوت. وكان في نظارات، وكان في ميك اب، وفي كمان كانت حاجات خاصة بالعناية بالبشرة، كوزماتكس. في كان كمان الحلو قوي السبراي ده يا بنات، تحفة. عايزة اقول لكم ريحته كانت حكاية حكاية حكاية، بجد خطير. وكان في البرفوم ده برضو، بس انا ريحته ما عجبتنيش، هي كانت تقيلة قوي بس ما عجبتنيش. كمان كان في هنا اللي هو التوريد، اللي هو المورد. وكان في كمان هنا كمان كنت مش عارفة انا في علب هدايا كانت عجباني. يعني البوكس بتاع الهدايا ده قلت عجبني قوي، قلت الواحد ممكن يجيبه. وهنا كان في صابونة حلوة قوي، صابونة لبنات ذكر. كنت بقرا المعلومات اللي عليها. كانت عندها صابونة لبنات ذكر وفحم وكركم وجليسرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والقهوة. فكانت في شوية حاجات جميلة. وهنا كانت برضو عندها شنط عجبتني. الشنطة الأورانج دي في شنطة كده أورانج على جنب، أيوة دي كانت عجباني، عجبتني قوي لونها، بحب الألوان دي.
فبس يعني لقيت هي مش ماركة، بس برضو غالية. يعني انا بسألها بتقولي دي عاملة 300 وحاجة، فقلت لها دي مش ماركة، يعني دي ماركة عادية جدا، يعني حاجة عادية مش براند عشان خاطر تقولي لي 300 ومش عارفة وكام. عجبني هنا برضو يا بنات. كان في سبراي هنا رجالي، هو الاسد، عشان برج الاسد طبعا، وانا اصلا ست اسدية، بس ده كان رجالي. عايزه اقول لكم يا بنات ريحته قويه 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 قويه، والله العظيم يا بنات ريحته خطيره، تجنن تجنن تجنن. كمان كانت عندها شويه حاجات، في برفانات، بس انا دي ما عجبتنيش لانها كانت هاي كوبي، وانا حتى كنت بقول لا، مش هي دي الاصليه، دي هاي كوبي، وكمان مش هاي كوبي. تحس مش الهاي كوبي الحلو، لا دي حاجه ممكن تكون يعني ايه، تقليد او معموله اللي هو التركيبات. عجبتني برضه عندهم كانت شويه مجات تحفه، شويه مجات خطيره. كان في كم مج كده عندها خضار، بصراحه عندها شويه مجات جميله يا بنات والله في المحل ده. والميك اب طبعا رجعت تاني الميك اب، الف 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 واروح راجعه للميك اب تاني. هنا طبعا اللي هو الاملاح بتاعت السولت ده، اللي هو بتاع الاملاح، زي النظام اللي هو بيتحط بقى في الميه وكده اهو علشان خاطر الشاورات. وكان عندها تشكيلة نظارات حلوة، وبصراحة كان المحل وساعات جميلة، يعني كان عندها شوية ساعات، انا وقفت عند كام ساعة كده صراحة عجبوني، يعني الساعة دي عجبتني اوي، رقيقة وسيمبل وبسيطة، وفي نفس الوقت بصراحة شيك. ويا بنات والله كان الخروجه بصراحه، يعني بصوا، عايزه اقول لكم الحاجات، بصوا الايس كاب ده، اللون ده، عندها شويه ايس كابات برضو رجعت تاني الايس الكاب، يعني بصوا شويه ايس كابات كده للشتا، صراحه ما شاء الله، يعني والله العظيم بجد جميله. ف قعدنا نتفرج بقى انا وصاحبتي بقى، ونتكلم ونسأل على الاسعار وكده اهو. بس عايزه اقول لكم برضو يا جماعه الاسعار كانت غاليه بمعنى الكلمه، ولدرجه ان يعني انا قلت لها دي اسعار عاليه قوي، يعني الايس كابات الواحد عامل 100 وحاجه، فقلت لها ده الواحد بيجيبه بينزل تحت يعني في العتبه والمسكي، بصراحه بيلاقي حاجات اسعار ارخص من كده، يعني الاسعار هنا غاليه. فالمهم كان عندها شوية مجات برضه، انا برضه عجباني المجات اللي عندها، كان عندها مجات كده وحاجات هدايا بقى وحاجات كده لذيذة، كانت في شوية مجات عندها حكاية بصراحة. وخدنا بعدينا بعد كده بنات وخرجنا من المحل، وقلنا نتمشى شوية، اتمشينا كده، كان في فرشة عليها شرابات، فقعدنا نتفرج عليها. لو كنت وصلتي لاخر الفيديو متحرمناش من لايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.